العربي الصوت الماسي. ماجد من الفنانين اللي أحب شغلهم كثير، وأحب أعماله وأحب كل شيء بيقدمه، سواء كليبات سواء من أغاني. فشيء حلو إنه أكون متواجدة اليوم هون، وعلاقتي جيدة معه، يعني صديق عزيز أحبه جدا وهو يحبني أعرف يعني. ماجد طلب من عندي لحن، إن شاء الله راح أوفق له لحن يعني يليق بماجد، لأن ماجد فنان كبير، وإن شاء الله يليق بماجد من خلال كلامها ومن خلال لحنها ومن خلال حتى الموزع اللي راح يوزعها، لأن فنان ماجد مش فنان عادي وتعطيه أي أغنية وتمرق عليه أي أغنية. سفير الأغنية العراقية الشبابية ملك الوسامة. والله ماجد فنان عصامي كما يطلق عليه، يعني كون نفسه بنفسه، جهد، تعب، عقل، ذكاء، طيبة، إبداع، حب إلهي من الله سبحانه وتعالى، تتوج كل هذا الخليط الرائع اللي يتكون ماجد المهندس. يعني بدي أقول لو في عنا أكثر من ماجد المهندس بالوطن العربي، نجم بخلينا كلنا كصحافة وإذا بدك كجمهور نكون فخورين هالقد فيه، صوت وإحساس وأخلاق وعن جد شو ما نحكي عن ماجد المهندس قليل. أمير الأغنية العربية مهندس الحب. عندما يكون هناك شركة تقدم فنها وفنانها بشكل جميل، شكل احتفائي كما هو هذا المساء مع ماجد المهندس، نبات متأكدين أن هناك إنتاج جيد، أن هناك عطاء مقدم بشكل سبقته دراسة، صرف عليه بشكل جيد، يقدم بشكل فيه الكثير من الضمان للنجاح. هنا ماجد المهندس فنان عربي حساس، قدر انه بفتره كتير بسيطه انه كتير من الناس تحبه وتحفظ اغانيه، فنان بيحترم جمهوره، بيحترم فنه، بيقدم كل شيء حلو كل شيء حلو ومميز. عندليب الخليج ملك الاحساس. ماجد المهندس انا بعتبر من بدايته لغايه هلا بعتبره انه خط سليم بالاختيارات الغنائيه وخط سليم بتطوره، مش بسرعه. ماجد المهندس نط وقعد فوق على القمه، طلع 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 وقعد على القمه. ماجد المهندس بيمشي بهدوء بدون ما كثير يطلع للاعلام، ولكن شغله هو بيحكي عنه. امبراطور الحفلات، اسطوره الحب. ماجد المهندس يعني طبعا ما ناطر شهادتي، انا يمكن من الصحفيين القليله اللي بيعرفوه من اول بداياته، ما شاء الله عليه، يعني زرع كثير بس حصد نتيجه بتاخذ العقل. اقول ماجد المهندس، الفنان ماجد المهندس استطاع ان هو يتربع على قلوب او على عرش قلوب جماهيره باغانيه. ماجد المهندس.